هذا خبز الشوفان مع شوية ديال الزرار بدون جلوتين، رائع جميل. الناس اللي كيعانيو الأطفال والناس اللي كيعانيو من حساسية الجلوتين، هذا خبز كيصلح للدهن، الجبن أو العسل، فطور أو كسكروت كوتي. عجبكم هذا الفيديو والمحتوى ما تنسوناش من لايك واشتراك وبارطاج مع الأصدقاء لتعمل الفائدة ودعم القناة. شكرا جزيلا. اللي مهتم بهذا النوع من الوصفات يمكن يتابع الفيديو يشوف المقادير طريقة التحضير. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد بديل الخبز، هو الخبز بالشوفان بدون جلوتين. هذا هو الشوفان مع زريع الكتان وبذور الكتان، الإنلان أو الدخن. الشوفان حبة كاملة، وهذا تم طحن هذا البذور. شوفوا معايا المقادير ان شاء الله. غادي نبدا الخبز، نشوفوا معايا المقادير على التوالي ان شاء الله. اول حاجه ناخذ واحد الاناء، هو هذا كنزل فيه واحد يوغورت صغير، تقريبا 2 معالق كذا، 2 معالق. من بعد كنضيف ليه 2 حبات ديال البيض، بعد كنضيف 2 معالق ديال الزيت، 2 معالق تقريبا. عندي ملعقه صغيره ديال الخل. من بعد كنضيف هاد الخليط اللي فيه الخميره مع شويه ديال الإيلان، واحد نص كاس ديال الماء. ضفت ليه خميره حبيبات ديال العجين مع شويه ديال بديل السكر، تقريبا هذا بديل السكر ملعقه وجوج على حسب الذوق، ديال قطونه بسيليوم تقريبا ملعقه صغيره. خلطها مع 2 معالق ديال الماء. دابا غادي نخلط هاد المقادير كامله، تقريبا كاس ديال الماء، تقريبا مجموع ديال الماء، تقريبا نقولوا كاس تاع الماء. هادو هما المقادير اللي كاين هنايا في هذا الاناء، وغادي نخلطهم ونضيف ليهم هاد البذور المطحونه. كنضيف هاد البذور، كنضيف الشوفان هو الاول، يعني الخبز ديال الشوفان. كنضيف ملعقه 2 ديال زريع الكتان. كنضيف إيلان هو ملعقه 2، ونشوف. المهم تجمع لي هاد الخليط اللي فيه هاد السوائل، اللي فيه كاس ديال الماء و2 حبات ديال البيض، يوغورت صغير 2 معالق او 2 معالق ديال اليوغورت مخلطين. كنضيفو بسيليوم او القطونه مع زريع الكتان، لان هاد الخليط ما فيهش الجلوتين. هاد البذور هما اللي يخليو هاد العجين يتماسك، يعني نتفرطو شويه هاد الخبز او بديل الخبز. نضيف هاد الشيء اللي بقى في إيلان ديال الشوفان، نشوف الا مازال خصني كنزيد شويه ديال زريع الكتان. الخبز ما يكونش، المهم تشوفوا معايا كيفاش غادي يكون القوام ديالو، لان مازال كيضاع الحجم ديالو. كنضيف نزيد هادشي اللي بقى هنايا، تقريبا هادشي اللي طحنت. شوف تقريبا يعني زريع الكتان تقريبا واحد المعلقه اللي طحنت، ضفت 2. اللي مازال خصني غادي نضيف المعلقه اللي بقات.
كنظن هذا يكفي هادشي اللي ضفت. هذا القوام ديال الخبز بهذا الشكل هذا يكفي، ما نضيف ليه مازال حتى حاجه. وهذا غادي نجيب واحد الاناء او دهنتو بالزيت ورشيت عليه إيلان وشويه ديال الشوفه من التحت بهذا الشكل. دابا غادي ندهن يدي بشويه ديال الماء باش نجمع هاد الخبزه هادي ونحطها في هاد القالب ديال غيمشي الفرن. دائما كندهن يدي بشويه ديال الماء على هاد الشكل. ننزلها في النار نحاول نشكلها. دائما كندهن يدي بشويه ديال الماء نشكلها، من بعد كنزينها بالشوفان. كناخد شويه ديال الشوفان وكنزينها بالبودر ديال الشوفان في الجانب باش ما يلصق لياش. كنخليه واحد 10 دقائق او ربع ساعه حتى كتخمر وندي لها الفرن. كندير لها الغطاء ديالها وكنخليها تخمر تماما 10 دقائق الى 15 دقيقه. المهم تتخمر شويه عاد تدخل على الفرن ان شاء الله باش يتم هذا الخبز او بديل الخبز بدون جلوتين. بعد ما خمر الخبز مده 15 دقيقه كما شفتوا الحجم ديالو تضاعف. دابا غنديوه الفرن باش يطيب ان شاء الله. هذا هو الخبز ديال الشوفان بدون جلوتين بعد ما طاب في الفران مده 45 دقيقه. هذا هو الشكل ديالو، يبرد شويه باقي دافي. غادي ننزلو في هذا التبصيل هذا خبز بدون جلوتين بالشوفان، 2 معالق ديال زريعه الكتان مع إلا تا هو 2 معالق. هذا هو الشكل ديال الخبز. كما شفتوا المقادير كان في الاول تليفون. الى عجبكم الفيديو عجبكم هذا المحتوى ما تنساوناش من لايك واشتراك وبارطاج مع الاصدقاء باش ندعموا القناه ندعموا الفائده ان شاء الله. نقطعوا هذا الخبز هذا شوفوا الشكل ديالو. بسم الله. باقي سخون مازال باقي دافي الدخان. خبز بدون جلوتين. الناس اللي كيعانيو من حساسيه الجلوتين كيتبعوا حمية غذائيه مرضى السكري. خبز غني بالفيتامينات كما كتعرفون البذور غنيه بالالياف والزيوت الصحيه. نخليه يبرد شويه باقي دافي. تقطيع كنديروا فيه شرائح ديال الخبز للناس والاطفال اللي كيعانيو حساسيه الجلوتين. ندهنوه بالجبن او اي
والعسل أول حاجة كياكلوها الأطفال. نصيفطو اليوم في الكوتي للمدرسة. كما كتعرفو الخبز بدون جلوتين راه كيتفرتت، داكشي علاش كنديرو ليه زريعة الكتان، بودرة زريعة الكتان، قطونة، باش كتجمع هداك القوام ديال العجين انه ما يتفرتتش، انه بدون جلوتين. هذا هو الخبز رائع جميل جدا وصحي بدون جلوتين. ما تنسوناش من لايك واشتراك وبارطاج مع الاصدقاء. يعجبكم المحتوى ديال هذه القناه كنشكركم على المشاهده وحسن المتابعه، الى فيديو اخر ان شاء الله.